انا هقول ان انا ساكنه فين. لا، ممكن تعلي صوتك؟ بقول لحضرتك مش معلش، اسفه مش هقول اسمي ولا هقول انا ساكنه مفيش فين. مشكلة يا فندم، المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ اه موافقه بتاع. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه؟ انا مشكلتي يعني احكي من الاول خالص ولا احكي يعني موضوع جوازي وكده. احكي لي اللي يخليني اقدر اساعدك، اتفضلي. بصي حضرتك، انا السبب في عيشتي في بيت اهلي. انا إن اخويا هو اللي خلاني متدمره نفسيا كده. يعني انا كان اخويا مبهدلني وضاربني قبل ما من تتجوزي؟ سن قبل اتجوز خالص، اه. يعني وانا عندي 8 سنين و9 سنين و7 سنين كان ضرب بالجنزير وكان ضرب لغاية خلاني بني آدمة ما عنديش شخصية، بني آدمة عصبية، بني آدمة وكان مش بيضربك عارفة ليه أعمل بالغباء ده؟ يعني ليه؟ ايه السبب؟ هو اكبر منك هو ما بقد كان ايه؟ هو أخويا من أبويا، لا هو أكبر واحد فينا. اه. كان الضرب دوت عشان خاطر كان عندي 7 سنين. احنا عيلة متدينة، يعني اخواتي متدينين ومنقبين وكده، اه. وانا الوحيدة اللي مش منقبة. يعني كنت مش اه. عايزة البس النقاب، انا كان عندي 7 سنين عايز امم. يخلينا نلبس الخمار، فما كانش. كان بيضربني على اي حاجة، اي حاجة. ما كنتش انا لوحدي، انا واخواتي يعني هو لو عليه بس. مثلا عايز يوقتكم؟ اه هو امم. كان هو اللي عليه ان هو مدمرنا، خلى واحدة اتجوزت جوازة مش حلوة وفين والدك؟ واللي وفين اتجوزت. والدتك؟ انا والدتي كان بيضرب والدتي. اه. كان قاسي على والدتي، يعني هو ما كانش. يعني والدتي هي اللي مربياه. اه. وفين امه؟ والدتي هي والدته توفت وهو صغير، يعني كان سنه امم. صغير خالص. فكان فكانت أمي اتجوزت وهي عندها 12 سنة أو 12 سنة وشوية. اه. اتجوزت والدك؟ فاتجوزت والدي. أنا والدي ميت وأنا عندي 3 سنين. اه، فهو اللي بقى فهو دور الاب؟ دور الأب، بس كان بيقف على دماغي، كان يرفعني لفوق وينزلني على المسلح على الأرض. كان حاجات كتير دمرني فيها وهو دمرني. حسبي هو الله ونعم خلاني الوكيل. لما جيت طبعا اتجوزت. امم. انا كنت يعني ايه، انا معلش انا اسفه انا متلخبطه. اما اتفضلي. جيت عشان انا عايزه اتجوز. اه. اما كبرت شويه قلت ان انا حضرتك انا فاتت عليا حاجه من كتر ما هو مبهدلني. اه. وكانت والدتي يعني من كتر ما هي خايفه منه كانت بتخليه يضربنا. يعني كانت اه. والدتي تقول له ايه، خش عليهم اضربهم. هو كان يجي يخش علينا يقف على دماغي، يعني هو من غير هو سبب يا بنتي طويل. كده يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. احنا ما كانش بنعمل اي اسباب خالص. انا كان سني ربنا شاهد عليا ووكيلي ان انا ما كنتش ليا في اي حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما كانش ليا هو اللي خلاني كده دلوقتي. هو حاليا اللي خلاني كده. طبعا طبعا انا جه عليا سن 13 سنة، لقيت نفسي متدمرة نفسيا، رحت رامية نفسي من فوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. دخلت يعني المستشفى وعملت عملية في ظهري وكده. اه. أنا عارفة إنه ممكن يسمعوا الحلقة دي ويعرفوا اللي أنا، ناس كتيرة تعرف اللي أنا امم. اللي متدمرة كده. طبعا جه عليا وقت عايزة أتجوز، مش عايزة أتجوز حد أحبه. أنا عايزة وحصل لك أمشي من بيت مشكلة؟ أبويا. حصل لي مشكلة في ظهري، أنا مركبة شرايح ومسامير في ظهري. امم. امم.
طبعا انا عايزه ان هم يبقوا حنينين عليا، عايزاه هو يرحمني. امم. يعني انا عايزاه يرحمني. كان حتى لما عملت عمليه قعدت 6 شهور، الدكتور قال لي مش هتقعدي، يعني هتفضلي 6 شهور ما تقعديش. امم. راح مقعدني في وقت كان بيضربني فيه، راح جاي مقعدني. وفي وقت كان بيقعد يعيب عليا بظهري، كان بيعايرني بظهري وانا سني هو 13 ما كانش سنة. فيه غيره؟ لا انا ليا اخواتي بس هو اكبر واحد فينا، والدتي بتخاف منه. اخواتي التانيين كان هو برضو قاسي على اخواتي التانيين برضو، مش معايا انا بس. مش معايا انا بس، بس هو كان بيضربني انا. عندك ولاد و تانيين غيره؟ اه كان ليا بيضربهم برضو؟ اخواتي برضو. اه كان بيضربهم، كان شغالين معاه. انا مش هقول هو شغال فيه عشان هبقى معروفة قوي. كان بيدخلهم المطبخ يحميهم بالخرطوم ويضربهم. انا الكلام ده بقوله وانا معايا اولاد، وعمري ما هظلم اخويا ولا عمري. يعني انا بقول اخويا عشان حسبي انا. الله ونعم الوكيل. يعني خسارة فيك كلمة، أنا حاسة ما ينفعش تقولي أخويا حتى. لا حسبي انا الله ونعم بقول الوكيل. عشان خاطر انا نفسي مش هطلع زيه. يعني هو لغاية دلوقتي موجود وعايش يعني مع اولاد، وربنا بيوريله في اولاده مش اكتر. مم. طبعا انا اتجوزت شخص انا عل- عايشني حياة حلوة. ما كنتش باكل اكل حلو، ما كنتش عايشة عيشة كويسة، ما كنتش بلبس لبس حلو، ما كنت في يعني كنت في حاجات أنا ما كنتش أعرف في أكلاتها أو كده، بس ما كانش عشان هو بيضربك؟ كان معيش. ليه؟ ما كانش بيضربك؟ لا مش بقول على بيت أبويا، أنا ما كنتش عايشة في بيت أبويا حياة اه. كويسة. كانت عيشتنا برضو على قدها، كانت عيشتنا على قدها يعني وكده. في بيت أبوك فجيت. بتتضربي وحتى الأكل والشرب أبسط الحقوق مش موجودين؟ اه ما كانش اه. موجودين. يعني اه. كانت كمان احنا عندنا فقر شوية، يعني كنا اه. عشنا فقر شوية بعد أبويا وكده. وهو كان برضو مدمرنا. كان إخواتي الصغيرين بيشتغلوا من 6 سنين و7 سنين، ولدين. آه كانوا بيدخلوا لنا 6 جنيه في البيت. كان زمان بقى، أيام زمان خالص، اه. يعني من اه. حاجة و20 سنة. مم. مم. طبعا جيت اتجوزت جوزي. آه، انا يعني ايه، من كتر ما هو اكلني شربني حنين عليا، عيشني عيشة انا ما كنتش عايشاها في بيت اهلي، فحبيته قوي. حبيته بقى زي ابويا، زي امي، زي اخويا، زي طبعا كل حاجة عوضك عن ليا. كل القسوة اللي شفتيها. اه بس جه بقى استغل ضعفي ده. اه. عمل ايه؟ طبعا انا من كتر ما انا ما عنديش ثقة في نفسي، بقى يخوني، بقى يمشي مع حريم. طبعا انا كل ده مدمرة نفسيا، انا معايا 4 اولاد. مم. طبعا انا متدمرة نفسيا. طبعا انا نسيت اقول لحضرتك، من كتر ما اخويا كان بيضربني كان عندنا قدام باب، يعني احنا عندنا في مكان شعبي كنا بنقعد قدام الباب. انا ماليش اه. دعوة بحد، كنت بقعد انا وواحدة صاحبتي بس مم. قدام الباب، ماليش دعوة بحد. كنت طبعا ولا كنت بعرف اروق منه. كنت بتهرب من البيت اقعد قدام الباب عشان 24 ساعة ضرب. يعني هو لو شافني يضربني، يشتمني، يضربني، الكلام ده كله يعني. وكان بيسيبك جيت تقعدي أ... قدام الباب ولا كان انا بيضربك؟ كنت بقعد قدام الباب وهو نايم، اه. اه. او كنت بقعد قدام الباب وهو صاحي بيتفرج على التلفزيون. اتحايل على امي ابوس ايديها ورجليها عشان تعمل اي حاجه، ان احنا كان ساعات ما يفطرنا في فكرتش رمضان. مامتك تاخدك وتمشي، لا ما تطفش؟ ينفع. هي هي ليها عذرها، لان هي ملهاش حد، وهي من الناس اللي ما طلعتش الشارع.
انا امي شافت حاجات كتير قوي في حياتها، فما كانش ينفع ان هي تاخد سبع اولاد وتهرب بيهم. ما كانش مم. ينفع. مم. يعني ما هتروح بيهم فين وهي هي كانت موجودة ولا توفت؟ اه لا موجودة، ربنا يديها الصحة وطولة العمر ويخليها ليا. هي كانت مغصوبة. مم. وهو هي برضه علاقته ما كانش. دلوقتي، علاقته بيكم اتقطعت ولا لسه؟ لا هو احنا، ما هو احنا موجودين في البيت واحد. انا مم. موجودة يعني، هو احنا بيت عيلة، بس انا قاعدة في شقة بره وكل اخواتي قاعدين في شقة بره. بس هو مم. احنا موجودين وهو موجود لغاية الآن يعني أمك والدتي اللي لسه عايشة في نفس البيت وهو ايوه اتجوز في طبعا. نفس البيت؟ ايوه طبعا اه. اه، وانتي بتروحي لما بتشوفي أمك بتشوفيه؟ اه طبعا بروح اشوفه، بس انا شوية اكلمه شوية اقطعه شوية. مم. هو ممكن يكلمنا بمزاجه ما يكلمناش. مم. وبرضه هقول لحضرتك، من خوفنا امي، من خوفها منه لغاية دلوقتي، لو شتمنا تطبطب على صدرها وتقول هموت. من طبعا عندها الضغط والسكر. مم. مم. كلموه عادي، نقعد نكلمه عشان خاطر امي. مم. يعني مم. هو مم. برضو وما مش زال حنين لسه علينا. بيمارس عليكم نفس قلة ايوه الأدب ايوه لو. ويشتمكم، ممكن يمد إيده؟ لا ما يمدش ايده، بس ممكن ايه بقى، ما يقفش معانا في حياتنا، مثلا في مم. بيت. ما يبقاش مش سندنا مم. بمعنى مم. اصح. مم. طبعا انا جوزي زي ما حكيت لحضرتك، زي ما الناس كتير عارفة في المكان اللي أنا قاعدة فيه، إن هو كان أخوهم قاسي عليهم. طبعا جوزي استغل بعد ما كان مم. حنين عليا كام سنة. أنا جوزي أصلا في طبعه إن هو بيخون، يعني أنا عرفت مم. الطبع ده بعد كده. مم. فأنا مش عارفة أعمل إيه في موضوع الخيانة. هو ممكن يكون موضوع يعني إيه، استغل ضعفي في ده. اه لا، بس هو ملوش قال لك يا علاقة مش هتعرف بضعفك. مش عايزاكي بس تخلطي الأمور. هو ما استغلش، هو زي ما انتي بتقولي هو طبعه ده. فملوش علاقة بقى بان انتي قوية او ضعيفة، لان في رجالة بتخون ورغم ذلك بتبقى متجوزة من ستات عادي ما عندهمش ظروفك وهم بيخونوا. لكن انا عايزة انا اسألك انا سؤال، انتي بتقولي هو معيشك عيشة كويسة؟ هو مش هو موضوع اكل وشرب بس. انا ممكن يبقى، انا عندي 33 سنة سناني واقعة كلها. ممكن ما يعني انا فطرت في رمضان كتير قوي بسبب البرشام اللي باخده في سناني. مم. يعني مم. هو انا ممكن وسنانك يعني، واقعة بسبب ايه؟ انا اسناني واقعة بسبب الضعف. عندي انا ضعف، انا اه. من الولادة اه. اللي ولدتها سناني كانت بتقع لوحدها. مم. 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 فحاجات كتير، يعني لو كان ليا سند او كان ليا مم. حد ان انا اشتكي له، كان مم. جوزي عمل لي حاجات كتير قوي. اه، انا يعني جوزي ممكن قصدك ان هو اعيا. لو ليكي حد كان عمل لك حساب وما ايوه عملش ده فيكي حقيقي. كده؟ مم. ايوه ده حقيقي فعلا. هو ده متراكمات خلوني مم. ما بقيتش اللي بني هو طول ادمه، الوقت بيقول معرفش. لك احمدي ربنا، يعني انا نشلتك من الغباء اللي انت ده كنت اللي عايشة فيه. بيقوله لي اصلا، هو ده مم. بيقوله لي، مش هو بيقول لي مش مثلا في تفكيره، هو بيقول لي كده حقيقي. مم. مم. و24 ساعة امشي، روحي بيت أهلك. يعني لو في مشكلة عاوزني إن أنا أمشي، عشان عارف إن أنا بكره في حياتي تروحي. كلها بيت أهلي. طبعا. يعني أنا مم. أصلا ممكن أعيش في بس الجحيم ولا هو أعيش في بيت أهلي. هو كده اللي قليل الأصل، هو اللي بيستغل ضعفك ووجعك. ماشي، بس أنا حتى لو قليل الأصل هقول لحضرتك أنا بحبه. مش هكدب على حضرتك، حتى لو عمل إيه، عشان أنا ما شفتش في حياتي في حياتي كلها هو حد يعني أحسن اتدمرت. من اللي انت كنت فيه بكتير. طبعا مم. طبعا. انا مش عارفة اعمل ايه.
نفسي ان هو يتعدل، لاني انا معايا بنتين ومعايا ولدين. مم. نفسي ان هو يتعدل عشان بنته، يعني يعني او هو بيخونك على البنت. طول؟ يعني هو دي حياته، يسيب اه، دي يعرف دي؟ ايوه، هو في حياته الخيانة. حضرتك، ممكن الست تتأثر شوية، ممكن تتعدل شوية. لا، أنا كويسة في بيتي، بس أنا فيا طب حاجة معلش، كانت انا واحدة. هقول لك، قولي لي طيب، قولي لي. اللي هي الحاجة الواحدة اللي أنا كان أخويا وكانت والدتي بتهرب من كل حاجة. علموني ما أعرفش أروق، علموني ما أعرفش أعمل حاجة، علموني ما أعرفش يعني إيه بيت، يعني إيه حياة، يعني إيه يعني أي انت حاجة. انت شايفة ان انت مقصرة في جزء أنا في اهتمام بالبيت؟ الترويق. أيوة، أنا لا، ممكن مؤخرا بقيت أهتم. أنا معايا بنت عندها داخلة في ال11 سنة، مم. بقيت أهتم. انا عشان جوزي آه ما بيفكرش ايه، هو ما كانش بيفكر في كلام الترويق، كان بالعكس كان بيساعدني في البيت على فكرة في اول مم. الجواز. مم. وبرضو انا لو قلت حياتي كلها تبقى ناس مم. كتير عارفة. انا كنت عاملة عملية في دراعي من قيمة سنتين مم. 3. يعني انت جوزي قصدك هو ان اللي ظروفك شالني. الصحية برضو يعني مش احسن حاجة؟ لا، انا دراعي عامله فيه عمليه مرتين، عامله عمليه مم. في دراعي اليمين وعملية ظهرك مرتين. بتاعت زمان الحمد لله خلاص، ولا لا، مقصرة؟ دي لا طبعا بتأثر عليا لاني فقرات شايلها من ظهري. مم. انا مم. لما رميت نفسي الفقرات بين الرابعه والخامسه، لاني من 17 18 سنه. مم. فانا كنت متدمره في ظهري، انا ما كنتش هبقى كويسه بظهري تاني. مم. يعني انا راميه نفسي من فوق وانا واكيد كنت طبعا رفيعه جدا. موضوع اسنانك مأثر في، يعني برضو انت حاسة ان ممكن يكون. انا ولا بعرف اضحك، مم. ولا بعرف اكل، ولا بعرف اشرب. انا في 3 سنات او سنتين ونص في وشي، بس في اللي فوق. ينفع تصوري لي بس صورة بقك ايوه، تبعتها اصورها لي؟ لحضرتك. ايوه، صورها لحضرتك طبعا. تاني حاجة، ما عنديش أعيا ومثلا يقول لي روحي اكشفي. لا، انت مش عيان، انت ما فيكيش حاجة. بس هرجع واقول لحضرتك انا بحبه عشان خاطر اني انا عشت ايام حياتي كلها في صعبة. جحيم. طيب قولي لي جدا. قولي لي سؤالك، انت سؤالك ايه؟ اتفضلي. كل اللي انا بحكولك دوت، انا عايزة حياتي تبقى كويسة. نفسي نفسي يتعدل، نفسي يبقى كويس، لاني انا مش هقولك ان انا اقدر ابعد واروح في اي مكان، مش هعرف. انا معايا 4 اولاد، او غير اللي انا كده دي مش حجة. مم. حجة ان انا بحبه، عارفة ليه؟ مم. عشان اعوضني بحنان الام. امي حنينة عليا دلوقتي، انا بعد جوازي باسبوع امي اتبدلت. مم. مم. امي بقت حنينة عليا قوي. امي هي اللي مربية بنتي الكبيرة، كانت بتجيب لها كل حاجة حلوة. امي بقت حنينة بكل حاجة، مم. مم. ما ما تقدرش انت ما ما انت تسمعش قلتي انت قلتي ان هي كانت مقهورة وكانت خايفة. ايوه طبعا. مم. ايوه، ايوه طبعا. هي كانت خايفة مم. جدا. هي كانت بتتشتم وبتتبهدل وما عندهاش شخصية. أنا أمي ما عندهاش شخصية في البيت خالص. مم. أمي طيب، ممكن انا لو يبهدلوها. انت حابه تروحي لدكتور اسنان يشوف حالتك ونشوف موضوع والله التفاصيل اللي عندك دي، يعني انا ممكن اساعدك جدا بده، ما عنديش اي مشكله. هقول لحضرتك على حاجة. اتفضلي. انا هكون عمري، انا مش انا جايه ان انا اشتكي، بس انا هكون عمري هفضل ادفع لحضرتك عمري كله، يا لاني ستي، انا فعلا متدمره ولا من تدفعي سناني لحضرتي ولا جدا. ده ربنا، وكلنا اسباب. خلينا بس نمسك ربنا. خطوه خطوه. عايزاكي تهدي، وانا عارفه ان اللي انت عشتيه مش سهل، وانت حكيتيه جدا بس. والله. اللي انت حكيتيه بس وجعني، يعني وجعني جدا.
واللي انت حكيتيه مش سهل. خلينا نبدأ بموضوع أسنانك، ويمكن ده برضو يكون شيء من الأشياء اللي خلت زوجك يحس ان انت ايه، برضو فقدتي جزء من جمالك. وارد. ده حقيقي، انا مش بضحك خالص، تمام. يعني انا طيب. في انا في البيت بضحك، طيب. في الشارع لازم أنا احط ايدي طيب. على بقي طيب احنا عشان عايزين، خاطر ما عايزين اعرفش. نهتم بيكي انتي قبل اي حاجة، سيبك منه هو خالص. عايزين نهتم بيكي انتي، نهتم بشكلك، نهتم بصحتك، فتبقي احلى. وعشان خاطر هو يمكن يشوفك بعين تانية غير اللي شايفك بيها، وغير ما دلوقتي هو بيدي لنفسه 100 مبرر. ما هي تعبانة، ما هي اللي فيها مكفيها، ما هي ما بقتش نافعة، ما هي على طول بتعيط، ما هي على طول عايشة في اللي حصل لها زمان. انا حضرتك فطرانة كل رمضان، انا اول مرة اقول معلش، لحد الكلام ده. معلش انا انتي، طول شهر مش رمضان انتي ممكن بتقولي اصوم ليكي الفجر. عذر عشان خاطر انتي ايوه بتاخدي انا ممكن، ادوية؟ انا بعيط على فكره، بعيط الفجر، يعني اقعد اقول له يا رب والنبي يا رب ما تخلي اسناني توجعني، ضرسي يا رب ما يوجعني، انا اسناني يا رب مش قادره منها، اجي بعد الفجر سناني توجعني اخد البرشام. طيب احنا هنشوف دكتور سنان كبير، وانا بقول اهو للناس كلها ودكاترة الاسنان احنا معانا حالة قوية جدا. واي دكتور شكرا. اسنان عايز يقف معانا لوجه الله تعالى، او حتى لو باقتضاء اجر بشكل فيه رحمة، يلا بينا. شكرا لذوق يلا حضرتك، بينا يلا. شكرا. ولو عايزة تروحي لطبيب نفسي عشان عايزين نشيل المشاكل اللي حصلت زمان. مش هقدر اشيل ابدا، عمري معلش عمري انا هنحاول. بكرر في كل عمليه باللي اخويا عمله هنحاول فيا. هنحاول واهم حاجة بقى عايزاكي تروحي لربنا قوي قوي، وتنتظمي في صلاتك قوي. نفس، لا انا ما بصليش، طيب انا ممكن اصلي وقت وقت لا. على فكرة دي كارثة بجد بقى. دي اقول لك صح، حاجة، عند دي اكبر حضرتك حق. كارثة في اللي انت حكيتيه. صح، ده عايزاكي حقيقي تقربي من طبعا. ربنا قوي، انت اكتر حد محتاجة حنية وطبطبة ربنا عليكي، مش البشر. طبعا والله. وان ربنا طبعا يجبر خاطرك المكسور. نفسي والله، نفسي والله. صدقني ده انا مش مشكلة ولا اي حاجة تتصلح فيا، بس نفسي ارتاح نفسيا، نفسي. هترتاح. انا حاسة ان انا عدمت عارفة، الشخصية، عارفة القرب من عندي نقص ربنا في كل والله حاجة. بيريح قوي. وهنعالج ده، ولو اضطر هنروح لطبيب والله نفسي. ما هقول لحضرتك، لا تفتكري اي حاجة، انا عندي ان انا نفسيا ارتاح من كل حاجة، مش من والله مش انا قصدي ان انا موضوع سيري ولا اي حاجة، فاهمة والله فاهمة. ابدا. انا متدمرة من كل حاجة، ما طب عنديش اقول لك حاجة، شخصية، انت عندي عارفة نقص. ان انت شخصية، عندك شخصية وشخصية قوية كمان. انا مش بقولك كلام والله. عارفة ممكن واحدة كانت غيرك تعمل ايه؟ كانت ممكن تطفش وتهرب وتعمل اي حاجة لا انت غلط. تعرفيش حضرتك، انا كنت ممكن بعمل الفترة اللي فاتت، انا كنت عاوزة ارمي نفسي وارمي عيالي من المكان اللي انا قاعدة فيه لا من حول فوق. ولا قوة الا بالله. انت تعرفيش حضرتك انا انا بمر عارفة، بنفسيا انا قد عارفة ايه. انت عندك اكتئاب واللي حصل لك مش قليل، جدا. وعندك مشاكل نفسية، وانا عذراكي. بس انت قوية، ما تجلديش نفسك، ما تقوليش انا واحدة نفسي ضعيفة. والله. بالعكس، انت واحدة غيرك كانت زمانها طفشت من بيت اهلها من زمان، والله اعلم كان يبقى حصل لها ايه. لكن انت والله ده اللي كنت انا فعلا عمري ما طيب. كنت عشان خاطر طيب. والدتي على قد اللي هي كانت طب فيه. شفتي بقى، شفتي انك عندك حب لغيرك، وبتفكري في غيرك، وطول عمرك بتفكري في امك وبتخافي طبعا عليها. امي هي اللي شالت حاجات كتير قوي، ده امي، انا فاكره ان انا مش بقول عشان انا على الهوا، لا امي فعلا هي الحياه كلها. وربنا وهي رزقك باربع ولاد، ربنا يبارك فيهم يا رب. وانت على فكرة انت الدنيا كلها بالنسبة لهم، فانت لازم تبقي طبعا كويسة عشانهم، لو مش عشانك والله ده اللي انا فعشانهم. بعمله عشانهم، طيب. انا بعمل عشان خاطر ممكن، اولادي مش والله عايزاكي العظيم. تزعلي، اعتبري ان انت فضفضتي مع اختك
واتكلمتي طبعا. وخلينا طبعا انا ارتحت نفسيا، وحضرتك سند بعد يا ربنا. ستي ده سند. يا رب يجعلني سبب. لاني انا ماليش حد، والله والله يا رب لينا انا كلنا مالي حد ربنا، ما في حدش ليه الدنيا. حد. كلنا لينا ربنا، كلنا ملناش غيرك يا رب، كلنا لا، لما في يكون جوزي حماك يا انا رب. بيبهدلني لا معلش على والاقي فكرة، ماليش حد. والله صدقيني في ناس ليها أهل وليها كله وبرضه زوجها بيخونها وبيعمل وبيعرف عليها ستات. بصي مفيش قاعدة للدنيا دي، مفيش قاعدة صدقيني والله. صح، عند والله ما في حضرتك قاعدة حق. في ربنا. يا رب كلنا متشعبطين صدقيني في حضرتك انا كرمك ارتحت وسترك. نفسيا وانا طيب بتكلم مع أنا حضرتك. عايزاكي تهدي خالص، تنسي. انا مش هندوس على زرار، بس هنجاهد نفسنا عشان خاطري. لو انا يعني عملت اي لا، حاجة يعني حضرتك شخصية فوق دماغي الله طبعا. يخليكي. عايزاكي تقربي من ربنا حضرتك الفترة دي قوي. انتظمي في صلاتك، لو حاضر. مش قادرة تصومي معلش انت غصب عنك. وكل ده ومن كان منكم مريضا او على سفر فخلاص، احنا في معانا رخصة بنستغلها وبنستخدمها. لكن الصلاة، صلي حتى لو حاضر. بعينك لو انت قاعدة. ليه بقول ده؟ عشان انا عارفة ان ده بداية العلاج. هنشوف دكتور ان صح. شاء الله، باذن الله باذن الله يا رب، باذن الله ينتهي بينا رمضان واحنا شايفينه، او بعد العيد بالكتير قوي. هنشوف دكتور بإذن واحد أحد. هنواظب عليه، هتحبي نفسك وهتغيري من نفسك وهتحبي الحياة ان شاء الله. وساعتها امور كتير هتتغير. وتمسكي كده وخلي عندك يقين وحسن الظن باللي خلقك. اتفقنا؟ صدقيني حضرتك مكالمتك دي فرقت معايا كتير دي قوي. فرقت معايا انا، وربنا يصلح لك والله حالك يا رب. فرقت معايا ربنا وحضرتك. يصلح لك حالك يا حبيبتي يا رب، أنا ويعوض مش قادرة قلبك أقول خير لحضرتك يا رب. ان شاء نفسي الله. والله نفسي. هتشوفي وهنتكلم الايام الجايه وانت فرحانه وبصوت مبهج، وهتتكلمي للناس وتطمنيهم عليكي، وانا إن شاء الله. بوعدك ان شاء شكرا الله. لذوق حضرتك، وشكرا خلي للناس كلها، خلي بالك وشكرا من لأي نفسك. حد ولو احتجتي سمعني اي حاجه انت معاكي رقم داليا، تواصلي معاها فورا أيوة. وانا هقول لها دلوقتي. وهنشوف دكتور، وانا بعرض تاني على كل دكاترة الاسنان الكبار، الدكاترة اللي عايزين يعملوا خير، الدكاترة اللي عندهم اسم كبير وبيحبوا يعملوا خير. يلا بينا، يلا بينا. احنا معانا حالة عايزين نعرف وعايزين نهتم بيها. ولو عايزة زراعة اسنان، لو عايزة تركيب، لو عايزة اي شيء قدموا معايا. حتى لو هندفع خلي فيه بس مبالغ يعني تبقى فيها شوية رحمة. واحنا معاكم جدا، انا معاكم، انا وفريق البرنامج كله معاها بشكل مباشر. هنجيبها لكم وهتتعالج ان شاء الله وهتحب نفسها. ولو زوجك هيفضل يعني دلوقتي متغير، لو دلوقتي بيعاملك مش احسن حاجة، قادر ربنا يغيره بالدعاء، وقادر ربنا يحنن قلبه عليكي، وقادر انت لما تبقي حلوة وتحبي نفسك ما يهمكيش اي حد غير نفسك وولادك. والله بإذن الله، بإذن الله. انت بتقولي سامع؟ انا عايزه بتقولي ايه؟ اتفضلي. بقول لحضرتك سامعاني. انا سامعاكي يا حبيبتي، اتفضلي. بقول لحضرتك يعني مش هقدر اوصف لحضرتك شكري لمساندتك بحنيتك عليا. حبيبتي ولا بس انت الكل اللي جايلك. بحنيتك عليا مش فارق معايا اي حاجة غير ان يكون حد حنين عليا، لان خد انا محتاجة حنية انت اي انت حد. انت انا ساكنه فين؟ حابه تقولي ولا تقولي لداليا؟ انا لو قلت انا ممكن خلاص اقول لحضرتك بيني قولي وبين حضرتك قولي انا لداليا، ساكنة فين. قولي لداليا. حاضر. و... واللي جاي كله فرحه ان شاء الله. ربنا يفرح قلبك. ربنا يفرح حضرتك ويفرح الناس امين كلها يا رب. ويكبر بخاطر حضرتك، امين يا حبيبتي. ويدي لحضرتك كل الخير اشكرك واللي انت عاوزاه يا كله. رب واشكر يسعدك حضرتك. ويجبر كسرك اشكر ويعوضك يا حضرتك رب قوي. العالمين. انا اللي يا رب. بشكرك يا حبيبتي، شكرا نفسي. جزيلا. يلا بينا شكرا كلنا. جزيلا. ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. عايزين نفرحها. وبتهيألي هي ما طلبتش، بس ان شاء الله
بإذن قريب قوي هتفرح. ولو هي كان ليها أخ قاسي، فربنا ممكن يعوضها بمليون أخت وأخ عندهم رحمة. خلوني